موجودين معاكم على الريد كاربت الخاصة بالجونة في الدورة السابعة. تابعنا معاكم 9 أيام فنية جدا، مجموعة كبيرة من الأفلام، 55 فيلم مشاركين و16 فيلم قصير موجودين جايين من دول كتيرة متعددة. عندنا يمكن 6 أفلام كان العرض العالمي الأول ليهم بيتم هنا في المهرجان. 44% من الأعمال جاية من صانعات للأفلام. الحقيقة مجموعة كبيرة من الورش، الندوات، التوكس اللي كانت موجودة، كل ده تابعناه خلال 9 أيام. ودلوقتي هنتابع معاكم النتائج الخاصة بالأقسام المختلفة للمهرجان والريد كاربت الخاصة بالكلوزنج. خليكم متابعينا وكلوزنج مهرجان الجونة السينمائي الدولي في الدورة السابعة. سعداء بوجودك هنا وسعداء بوجودك على الريد كاربت ويو لوك بريتي. هقول لك احساسك ايه بقى انك بمهرجان الجونه والدوره السابعه، واحسن حاجه الحقيقه استمتعتي بوجودك هنا يعني استمتعتي بيها من خلال وجودك هنا؟ فيلم الفستان الابيض انا انبسطت بيه جدا، وكان بجد بيقدم قضيه حلوه قوي. مبروك ياسمين وحفظي واحمد، كلكم كنتوا هايلين. افلام كتير مشاركه منهم 44% من اخراج سيدات. شايفه ازاي فكره المخرجه الست؟ والفستان الابيض كان مخرجته ست، وماريان هنا رئيسه المهرجان يعني ست. شوفي ازاي فكره الستات والسينما والمخرجه الست وتعاملك معاها، هل بيبقى اريح لك حتى؟ المخرجه الست مخرجه مبدعه، عشان هي عايزه تقول ان انا موجوده، واي ست بتعمل اي حاجه بتبقى مبدعه حقيقي اكتر من الراجل، لانها عايزه تثبت نفسها. لان احنا عندنا كل العرب عندهم وجهه نظر انه لا، الست مش هتعرف تعمل اللي انا بعمله. لا معلش، احنا بنعمل اللي انتوا بتعملوه احسن كمان. لو هقول لك بقى التواجد في الجونه، متعوده انك تحضري الدورات المختلفه. انا بحس ان انت دورات الجونه في منها ما كنتيش موجوده. الدوره دي شايفاها ازاي؟ جميله بجد، هايله. فيها فعاليات كتيره قوي ومنظمه جدا. بست مومنت هنا في المهرجان بالنسبه لك كانت ايه؟ لما دخلت الندوه بتاعت ناهد نصر الله، كانت حلوه قوي. ناهد نصر الله بتشوفيها ازاي؟ ست استثنائيه في مجال الملابس وازاي بتعمل ازياء افلام كتير عظيمه. ست عظيمه بكل المقاييس، على المستوى الشخصي كمان، وهي بتتكلم بتديكي دافع كده وقوه ان انا ليا شخصيه وموجوده. وهي اثبتت نفسها من وهي بتحكي، حكت عن نفسها من وهي صغيره، كانت برضو تعبت لحد ما بقت ناهد نصر الله. يعني دي قيمه عظيمه. مايس، احنا معاكي على الريد كاربت والشيكه معتاده وموهبه في كل حاجه، والواحد مش عارف يقدم جنب مايس يعني الحقيقه. يعني ايه النهارده ولا ممكن نتكلم عنك انت باينه في الكاميرا. انا لسه بقول لها اصل انا مينيماليست، يعني ما بحبش الجولري الكتيره. فاول ما بصيت عليها قلت لها انا منبهره ان انت قد ايه مش لابسه جولري. يعني هي اكتفت بحلق صغير زي كده، وانا يوجولي ما بحبش يعني احط، وده مش عيبه، بس انا من النوع اللي بحب الدنيا تبقى لو هنا في كتير يبقى احنا ايه، نهدي الدنيا فوق. لا، ودايما انت جمالك وروحك والمواهب الكتيره. يعني احنا مبدئيا احنا كنا في الجونه وعلى الريد كاربت افتتاح، كنت فيري جلامرس، وادي احنا في الختام. هقول لك بيست مومنتس في جونه في السفنث اديشن كانت احلى ايه المومنتس الحلوه اللي قضيتيها؟ انت والله العظيم، والله انا مش بافور، بس فعلا المهرجان السنه دي عدى يعني تفوق على نفسه. وسيبك بقى، مش هتكلم في الريد كاربت خالص، لان الريد كاربت فيري نايس، والتغطيه الاعلاميه بوضحها الموضوع ده اكتر. بس بقى على الارض بقى الفعاليات اللي اتعملت، الورك شوبس، التوكس، البانل ديسكشنز. انا ما حضرتش للاسف الافلام لان ما كانش عندي وقت، بس حضرت بانل ديسكشنز وتوكس كتيره. فهو ما فيش حد انت بتحلمي انك تتفرجي عليه وتتعلمي منه فعليا ما كانش موجود. يعني خارجه من المهرجان عندي دوز لا باس به من المعرفه وكونكشنز لذيذه، وصناع السينما كانوا كلهم موجودين، والناس اللي انت فعلا بتفتخري بيهم ونفسك تتعرفي عليهم. طب قولي لي مشاريعك الجايه. وانا دايما بشوفك يعني الحقيقه متعدده المواهب، غنى، تقديم، وعندك بروجكت كانوا في اكتر من مكان، يعني تقدري افلام سعودي، اردني، مصري.
انا صراحه كنت بعيده بقالي فتره بعيده، بقالي 6 سنين يمكن واكتر. فانا لسه واحده واحده كده بحاول ارجع اليومين دول. انا عندي اغنيه هنزلها اخر الشهر اسمها ندمانه، اغنيه دراما بتتكلم عن خيانه الست للراجل. الله، فين الدم الخفيف لا 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 انسي، ده في دراما وفي عياط وفي حكايه وروايه. صعب قوي قوي قوي، بس هو موضوع موجود ولازم حد يتكلم فيه. واحنا دلوقتي، زمان الواحد كان يخاف يتكلم عن الموضوع شائك شويه، لكن دلوقتي السوشيال ميديا والدنيا فتحت قوي، فاحنا الواحد بقى عنده بيسموها ايه، حريه اكتر ان يكون عندك الجرأه انك تتكلمي في اي موضوع. هيكون ميوزيكال فيديو ولا انت عاملاها حاجه سوشيال ميديا، عاملاها حاجه؟ عامله ميوزك فيديو فيري سيمبل، لان هو كله فيلينجز يعني. لا ده انت، لان انت عندك قدرات فاكره استعراض، مفكرك برامج بقى بتتعرض عندنا في التلفزيون المصري، فاكراه زمان في رمضان. اقول لك انه 100 مثل لغايه دلوقتي بتعرض. ايوه، انا مش قادره اصدق، وده من احلى البرامج اللي انا عملتها، فربنا يسهل. مش عامله كومباينيشن بين التمثيل والهزار والتقليد والرقص والانترفيوز؟ طبعا كان تعب ونفسي اعمله تاني، بس يعني الظروف الفتره دي مش مساعده زي الاول. في رمضان مش هيبقى فيه بروجرام؟ كان كل رمضان بيبقى ليكي بروجرام اعلامي في قناه. احنا لسه بنحاول نرجع واحده واحده ان شاء الله. تألق وكل المشاهدين بيحبوكي. معاكي بقى النهارده في نايل سينما، بقول لك بقى احنا بنخلص مهرجان الجونه، بيست مومنت قضيتيها في الدوره السابعه كانت ايه بالنسبه لي؟ بحب قوي الاوقات اللي بحضر فيها افلام، والاوقات اللي انا بتعرف فيها على صناع افلام كان نفسي قوي اقابلهم من زمان. هنا كان في مخرجين كتير قوي، كلهم الحقيقه هايلين يعني، وليهم كونفرسيشن وبانلز. حضرتي حاجه؟ بصي، حضرت افلام اكتر من ما حضرت بانلز، واتبسطت قوي يعني. حضرت الفيلم الجزائري عجبني قوي، الفيلم المصري طبعا. المفروض يكون في هنا تشبيك او مشاريع مع النجوم، بتشوفي ده؟ لان كان في جلسات عن البي ار بتاعك وبي ار الفنانين، ازاي ان احنا ناقصنا شويه ان يبقى حد يتولى الفنانين ويختار لهم الادوار ويحطهم بالصوره الصح. استفدتي من الحاجات دي؟ شايفه انها مفيده ليكم في المجال، وان اباوت تايم يبقى في بي ار حقيقي ليكم؟ والله هو في بي ار حقيقي فعلا، مش كتير بس موجود وبيكبر، ومبسوطه ان في تركيز على الموضوع ده دلوقتي. جيهان، خططك ايه في السينما؟ لان طبعا في الدراما وكمان الدراما اللي في المنصات حققتي نجاح كبير والجمهور حبك وقربتي من قلوبهم، وفي رمضان الحقيقه حققتي نجاحات كتير ولازم بقى نشوف اللي جاي سينما. شايفه ان المهرجان ده ممكن نطلع بمشروع سينمائي معاكي؟ بصي، انا عندي ان شاء الله العرض الخاص، او مش العرض الخاص، اول يعني عرض لفيلم الهوى سلطان يوم 6 نوفمبر ان شاء الله، وبشتغل على فيلم فرقة الموت وربنا يسهل، وفيلم احمد واحمد طبعا بنصوره دلوقتي. الهوى سلطان واحمد تو جار مختلفين يعني. انا حاسه الهوى سلطان مش كوميدي قوي، ولا دورك فيه ايه؟ لا، الهوى سلطان مش كوميدي، هو رومانس، دراما. احمد واحمد اكشن. وليه اللوكس بقى هنا كانت جميله وسيمبل، وانت عودتي المشاهد ان هو تديله حاجه بسيطه وجلامرس في نفس الوقت. ده انت بيبقى اختياراتك ولا بتستعيني برضو بناس تساعدك في فكره اللوك في الرايد كاربت؟ بتبقى يعني بالاتفاق انا والستايلست مع بعض، بنوصل للوكس كده احنا الاثنين متفقين عليها وبس. ثانك يو يا جيهان، وبتمنى لك كل توفيق. ثانك يو.